بصوا بقى، الفيديو ده لفت نظري بطريقه جميله جدا. احنا افتقدنا في الزمان ده الاخلاق، مش افتقدناها شويه، احنا افتقدناها كتير. ما بقاش في فرق بين البنت والولد في كل التصرفات. يعني كان في حاجات كده ممنوع الولد يعملها عشان ما يتشبهش بالبنت والعكس. دلوقتي احنا بقينا شايفين ان مش عارفين البنت من الولد. فربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا يا رب. بس من الفيديوهات الحلوه قوي اللي عجبتني، الراجل ده بيعلم بناته ان في احترام للبنت في تحركاتها، في مشيها، في قعدتها، في كل حاجه هي بتعملها. البنت ليها حاجات كده ما ينفعش تتعداها وهي قاعده، وهي ماشيه، وهي بتتصرف، يعني تصرفاتها العاديه. لا حقيقي من احلى الفيديوهات اللي انا شفتها. صحيح احنا بقينا في مجتمع منفتح زياده عن اللزوم، بس احنا لازم نعرف البنت ان في حدود ما تنفعش تتخطاها. لما يكون عندك بنوته كده لازم من وهي صغيره كده زي ما انتم شايفين كده، هو الراجل بيعلمهم وهم لسه اطفال صغيرين. فطول ما انت متابعاها ومربياها كويس صدقيني هتحصدي كل ده فيما بعد. اي نعم احنا بقينا في مجتمع مش حلو، بس ترجع للتربيه في الاخر. بحبكم قوي قوي. ربنا يحفظ ولادنا وولادكم ويحفظ اولاد العالم جميعا. انا شيماء غريب. لو ان شاء الله ما بتشوفيني ما تنسيش تحطي كومنت زي العسل اللي شبهك، لايك عشان بيرفع معانا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله فيديوهات حلوه كتير تعجبكم. مع السلامه.